لمنتخب المغرب في نفس القارة الأفريقية، هو بعد ما فاز بنتيجة كبيرة على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. يا زين المغاربة لا من 2022 وهم بادئين المركز الرابع في كأس العالم، اليوم أكيد هم يوصلون احنا أيضا نصف النهائي في الأولمبياد بعد فوزهم على أمريكا. مع اسبانيا، احنا نتمنى ان يكررون فوزهم على اسبانيا. يعني هذا تصير إن لا ان شاء شاء الله الله إن تصير. شاء الله. هذا يدل ان يعني نتائجهم في المونديال ما كانت يعني مثلا ضربة حظ، او احيانا يعني انت تكون مثلا فريق يطلع مجموعة لاعبين نعم. يعني صدفة ويختفون، يتجمعون صح. مع بعض طفرة تصير. ويصير فريق يعني يقدم اداء جيد، وصارت مع منتخبات كثر كوريا يعني. الجنوبية 2002 نقول مثلا، على ارضها وفازت. وغيرها. اي صح. تركيا ايضا تركيا ابتعدت كذلك بعد نفس يعني. الشيء. يعني فترة بس المنتخب المغربي يعني انت تشوف اليوم يعني الاسماء يعني مثلا يعني زلزولي واخماش يعني صحيح. صحيح انهم مثلا ما استمروا مع برشلونه، لكن لاعب كان يلعب ببرشلونه نعم. ولعب واساسي. يعني انت تتكلم عن يعني اسماء كبيره يعني ولاعيبه يعني، وغير بالإضافة اللي إلى يلعبون. اللاعبين الخبرة اي نقول غير حكيمي حتى وغيره انت والمجموعة. الصغار عندهم خبره هذول اللي نعم. 23 يعني. حتى بقيه اللاعبين يلعبون في الدوري الايطالي والدوريات الاوروبيه. فانت تتكلم عن فريق، لا احنا وين احنا عندنا هني لاعب 22 23 سنه تقول هذا صح. لاعب الصاعد توه صغير يعني. مو ما تقول عنه انه لاعب انه يعني خبره او لعب، لا توه تقول صاعد. ما في. احنا صارت عندنا مشكله حلو. بالمنتخب الاولمبي ان منو ليش ما يلعبون مع هني هذول اللاعبين يلعبون على مستوى عالي جدا 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 يعني. جدا جدا. ومنتخب المغرب ان شاء الله انه راح يفوز على. ان شاء الله. الحين نصف النهائي واضح عندنا، المغرب راح يواجه المنتخب الاسباني، وكذلك المنتخب المصري امام المنتخب الفرنسي. قبل شوي انا قلت ان شاء الله في ميداليه إن على شاء الله. الاقل تكون اكيد. برونزيه، لان خلاص يعني وهذا الشيء ما نتمناه، اذا في حال خسر المغرب وفي حال خسر مصر سيتواجهون على المركز الثالث والرابع، فهناك في ميداليه برونزيه. احنا نتمنى النهائي. ان شاء الله. هل تتوقع هذا الامر يحدث ما بين المغرب ومصر في نهائي باريس 2024 لكرة القدم؟ هو انت كرة قدم يعني وصلت لنصف النهائي، كل شيء جائز اكيد يعني. كل الامور مفتوحة يعني، كل الاحتمالات مفتوحة. بس انت لما نقول على مستوى، لا المغرب افضل كثير، افضل كثير من مصر. اوكي. وهم ترى يعني تقريبا نفس الفريقين تواجهوا في نهائي كأس افريقيا. حلو. الاولمبيه وفازوا. والمغرب بعد وقت اضافي طبعا بدون اللاعبين يعني الدولي الثلاثه اكبر من 23 سنه. لا زالوا في نفس النظام اللي 3 لاعبين ثلاث اكبر من لاعبين 23 لا زال. يعني اشرف حكيمي جميل. كان. فانت تتكلم عن المنتخب المغربي قاعد يقدم اداء رائع يعني مباراه واحده هي اللي تعثر فيها. لكن منتخب مصر حتى كان في مجموعته ما قدم يعني الاداء القوي جدا يعني. بس مصر وصل المرحله هذه. يمكن يعني مثلا التركيز الروح دائما عند المنتخب المصري في هذا يعني يكون مركز جدا، ويقدر ياخذ المباراه مثل ما اخذها مع باراغواي الى مع انها يعني صعبه جدا امام فرنسا. بس ممكن ليش لا. يمكن يردونها في كاس العالم 90 اذا تذكر، امام منتخب اتوقع بولندا. هولندا لعبوا مع هولندا خسروا، ولعبوا مع لعبوا 11 لاعب دفاع مع ايرلندا. هذه المباراه الاخيره كانت مع ايرلندا. يردوا لك يردون هذه طبعا يعني يقال انها يعني من ضمن الاسباب اللي منعوا ان الكره ترجع. كانت من اسوأ مباريات كاس العالم هذه المباراه. يعني معروف طبعا المصري دائما مثلا لما يقول لك احنا نقفل زين ويسكرون وخلاص تعال اقوى تأثير خلاص ولا باص مورينيو. والله نتمنى ان شاء الله الذهب خلينا نقول احد المنتخبين المغربي والمصري في هذه الاولمبياد لكرة القدم.
انا عمي بنت عمي السلام عليكم، كلشي مليح فاميليا وين انت بيبا؟ ما تنساش بيبا. مشينا شوف ما تديوش على التشعكيكه وداك الشيء ديال الحلاقه. القضيه اولا راها عطله، وثانيا الحلاق قال لي استنى حتى نشوفوا المنتخب المغربي ديالنا يجيب ان شاء الله الميداليه الذهبيه. قضيه صعيبه، اسبانيا ومن بعد واش فرنسا ولا مصا. المهم في يد الله. الشعكه كنستنى واحد 7 ايام ماشي مشكل، صبروا معنا. ثانيا ابن عمي ديالي وقع واحد الحاجه عجيبه غريبه عاود. حفيظ الدراجي يصر على السطو على شي حاجه سميتها ندي لكم شي حاجه ديالكم المغاربه عاود بكل وقاحه. اش دار؟ ما علينا. ايمان خليف البطله الجزائريه ربحات اليوم وتاهلات مزيان. داك القضيه ديال واش من هذه الناحيه ولا من هذه الناحيه، هذيك المسائل كتبقى اللجنه الاولمبيه قررت في ذلك. صافي ذوي الاختصاص هما اللي كيفهموا، حنا ما غنفهموش اكثر منهم ياك. مزيان الله يجيب التيسير. ولكن باش تمشي يا سي حفيظ الدراجي في الصفحه نتاعك نتاع الانستغرام وتجيب الصوره نتاع هاد خيتي ودير لها فوتوشوب وتلصقها لواحد السيده مغربيه لابسه قفطان مغربي في رياضي مغربي وتقول هذه ايمان خليف، عيبه صاحبي، عيبه حفيظ الدراجي. فوتوشوب عاود، ها باغيين تردوا السيده انثى بالزز وبالفوتوشوب، هذاك سوقكم. الله يعاون، قلبوا على شي حاجه ديالتكم وديروا الفوتوشوب وديروا لها الشعر وديروا لها المكياج وردوها انثى، هذاك سوقكم انتوما. ولكن باش تمشيو عند السيده مغربيه سميتها ندى بواب اللي ما تيقش يمشي للانستغرام ويقلب على، انتم غتشوفوا التصاور هنا، مغربيه اسمها ندى بواب دايره لواحد الشوتينغ في واحد الرياض مغربي بقفطانين مغربي، حطوه هده مغربيه، مشاو حطوا الصوره نتاع ايمان خليف قادوا لها في الوجه وجابوها لاصقه مع هذيك المغربيه باش يقولوا بان ايمان خليف اولا امراه، يثبتوا بالزز بالفوتوشوب بانها امراه. ثانيا السطو على القفطان المغربي. ثالثا السطو على الحطه والهده المغربيه. رابعا السطو على الرياض المغربي. و190 مليون درجه كاع. حفيظ الدراجي ما عييتيش من هاد الشفره، من هاد الخنشاله هادي؟ ذاك المره افران خديتو منها تصاور، الصويره خديتو منها تصاور، الرشيديه خديتو منها تصاور. هادي واحد عام ونص نشرتي واحد الخريطه دخلتي معاك اكادير رديتوها محسوبه على ذاك غسال الموتى اللي عندكم اللي حكمكم في الجزائر. واش انتم مراد بالمغرب ولا؟ بزاف على هذا الاستعمار الثقافي اللي درنا لكم، راه استعمرناكم ثقافيا وذهنيا ونفسيا. الدليل ماشي زعما التخرشيشين ولا التخربيقين ولا التزعتيتين. يلا حفيظ، المهم انا كان ضروري خصني نفرشك هذه الفرشه هذه، واللي بغى يتاكد يدوز للانستغرام ويدير ندى بواب ويدير حفيظ الدراجي، غيلقى تما تصاور مخنشله مسروقه وفوتوشوب باش يبينوا بان ايمان خليف راه حقا راه بنت وراه حتى هي حسناء وكتلبس قفاطن. لبسوا لها الكراكو، لبسوا لها الكراكو. فين كتعرف هي القفطان ولا كتعرف انت القفطانه الدراجي؟ يلا باي بسلامه، باي 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 باي.